لازم تعرف يعني إيه تكون واثق في ربنا، وعارف إن أي حاجة بتحصل معاك أكيد فيها خير ليك. لازم الثقة تكون من جوّه الإنسان. هو ده بقى معنى الإيمان الحقيقي، إن أنت تبقى مؤمن إن إن أي ضرر أو أي حاجة بتحصل معاك دي مش ضرر أصلًا، أكيد ربنا مخبّي لك حاجة أفضل بكتير، بس خلّيك واثق من الموضوع وعندك إيمان كبير في ربنا. أصل أنت يعني هتخاف من مخلوق والخالق موجود؟ ما تخافش من مخلوق، ربنا شايف كل حاجة ومقدّر كل حاجة وكاتب كل حاجة لكل شخص. بس الثقة بقى بزيادة بقى، تخيل أنت لمّا أنت بتبقى مدّي الثقة مثلًا لأبوك، أنا واثق أنا أبويا موجود، أبويا في ضهري، ما بتخافش من أي حاجة. تخيل بقى أنت تبقى واثق في الخالق اللي هو خالق الكون ده كله، تخيل بقى إيه اللي هيحصل معاك. ما تقلقش من أي حاجة بتحصل معاك. خاف من بُكرة، خاف من بُكرة، بس اجتهد وخلّي ثقتك في ربنا. أي باب مقفول في وشّك هتلاقي باب مفتوح بعديه، هتتفاجئ بيه إن أنت أصلًا مكان عمرك ما كنت تتخيل توصل له. عشان كده اوعى تزعل من أي حاجة تحصل معاك، واعمل اللي عليك واجتهد، وخلّي ثقتك في ربنا دايمًا وإيمانك بالله، وإن شاء الله هتوصل لأفضل الأماكن.